طب رسالة من واحد أهلاوي اللي هو أنا، يعني بمناسبة موضوع زيزو، ومناسبة إن أغلبية صحابي أو كلهم زملكاوية، وشايف قد إيه الضيق اللي هم فيه والقهرة اللي هم فيها بمناسبة موضوع زيزو دوت. وانا جاي لكم من المستقبل، جاي لكم من المستقبل بقى بعد رمضان صبحي وعبد الله السعيد واحمد فتحي وقبلها الحضري وناس كتير قوي كنا حاطين عليهم امال، وولاد النادي وهم دول اللي مش هيخذلونا، وهم دول وهم دول وهم دول، واستثمرنا فيهم كتير قوي زي زيزو واكتر كمان. وقتها بقى مش راح للمنافس بتاعنا اللي هو الزمالك، يعني احنا كاهلي وزمالك مننا في بعضينا، ننكش بعض ونضايق بعض شويه، بس مننا في بعضينا. لا، دول راح لنادي هو معمول اصلا عشان يكسر عينينا، معمول عشان يضايقنا وينرفزنا. فانا فاكر وقتها انا كنت متضايق ازاي، عشان كده مش بستهيف ابدا ولا بقلل من ضيقكم. بالمناسبه بس كل اللعيبه اللي انا قلت اسمائها دول صحابي جدا وحبايبي جدا، وعشان كده بقول لكم ما تخلوش الموضوع ياخد اكبر من حجمه. هم سببوا لي الضيق ده عشان انا فعلا بحبهم، هم بالنسبه لي اساطير وناس انا بحبها قوي. بس بجد يا جماعه الموضوع مش مستاهل كل ده. انا جاي لكم من المستقبل وبقول لكم مش مستاهل كل ده. اتبسط وشجع وحب النادي في هدوء، بس ما تخلوش يأثر على صحتك النفسية، على مودك، على تركيزك، على عيلتك، على انبساطك، على شغلك، على اي حاجة. الموضوع بجد بجد اهيف من كده بكتير، لان انت اصلا عند الناس دي اهيف من كده بكتير.